اي او اس هيكون تحديث قوي جدا للايفون، وده لان حاجات اساسيه في الايفون هتتغير. هم هيغيروا شكل ابلكيشن الكاميرا في الايفون عشان يبقى عملي اكتر معاك. ومش هو بس اللي هيكون عملي، ده كمان سيري هيحصل عليها تحسينات كبيره عشان تكون عمليه معاك. يا كمان هيبقى في تحسينات على الابلكيشن الاساسيه بتاعت التليفون. اهلا بيكم، معاكم ميجو. قبل ما غيرتش شكل الايفون بتاعها غير مره واحده ومن 12 سنه، والكلام ده كان في شهر يونيو 2013 لما اصدرت تحديث اي او اس 7. والتحديث ده ما كانش احسن حاجه لان ابل كانت شالت الخط الرصاصي اللي فوق، حتى كمان شكل الكيبورد اتغير. ودي كانت كام حاجه كده من ضمن الحاجات اللي بتعلن هويه الايفون. وعلى ما اتذكر ان لما حصل تغيير لاي او اس 7 ناس كتير واجهته بطريقه مش حلوه وناس كتير كانت رافضاه. وعلى الرغم من ان الناس ما تقبلتش اي او اس 7 الا ان اي او اس 8 جيب نفس الشكل، ولحد الان احنا بنعيش نفس الشكل ده مع الايفون. ولحد ما اصدروا لنا اي او اس 18 اللي شكله غير كتير من شكل الايفون. وسنه ورا سنه كنا دايما بنستنى تغير كبير في شكل النظام زي ما حصل في اي او اس 7. وفقا للتسريبات لحد الان ايوه هم شغالين على اي او اس هيحصل فيه تغير كبير في شكل الايفون، وده مش السنه الجايه ولا اللي بعدها، ده السنه دي. والسنين اللي فاتت ابل كانت دايما تدور على البساطه والشكل البسيط الحلو اللي يجذب العين، ووصلت لمرحله ان هي عايزه تطور النظام ده وتخلي شكله احسن اخيرا بعد 12 سنه. وفقا للتسريبات كلها بتتقال ان هم هياخدوا شكل الفيجن برو، شكل الابلكيشن بتاع الفيجن برو هيكون هو شكل الابلكيشن بتاع الايفون. وده زي ما تقول اشتراك بين اي او اس 18 وشكل الابلكيشن بتاع الفيجن برو. واللي يخلي ابل تفكر في حاجه زي كده ان السوفت وير بتاع الفيجن برو قابل اقبال من الناس او المستخدمين بطريقه حلوه جدا، والناس عجبها السوفت وير قوي بتاعها، بعيدا طبعا ان هي غاليه جدا. شكل المنيوز كده جميل وليها الوان حلوه مع اشكال سموث كده، شكلها جامد. بصراحه انا بحب السوفت وير قوي بتاع الفيجن برو. وشكل الايكونز المدور اللي تحسه 3 دي في بعض كده مدي احساس جامد قوي وشكل جميل قوي للفيجن برو. يعني هو نظام كله بشكله كده حلو جدا بصراحه. فازاي بقى ابل هتخلي نظام ايفون حلو كده زي الفيجن برو؟ طيب احنا دلوقتي عندنا نظره اولى على شكل الابليكيشن بتاع الكاميرا، وحصل فيه تغير كبير قوي زي ما احنا شايفين، ودمجين فيه شويه حاجات كده من الفيجن برو، يعني تحس ان هم خليط كده مع بعض، شكل مختلف خالص على الشكل اللي احنا متعودين عليه. وكمان كلمه فوتو وفيديو كده تحسهم عايمين على الصوره اللي انت هتصورها، يعني تصميم كده جمالي حلو قوي للابليكيشن ده. ولو عايز تتنقل بين انظمه التصوير، في عندك حاجه كده مربع بيفتح تحت بيبقى موجود فيه كل الانظمه اللي انت عايزها. بصراحه شكله جامد قوي وسلس واوضح واسهل في الاستخدام. حتى انا نفسي ما بحبش الشكل اللي احنا فيه حاليا بتاع تصميم ابلكيشن الكاميرا بصراحه. ومعنى ان ابل تاخد حاجات من الفيجن برو فاحتماليه كبيره ان هي تاخد شكل الايكونز بتاع الفيجن برو وتحطه في الايفون، عشان يكون اول مره في تاريخ الايفون شكل الابلكيشنز يكون مدور وتكون متطابقه بالظبط مع الابلكيشنز اللي موجوده في الفيجن برو. ومش بس الفيجن برو، ده كمان الابل واتش نفس الشكل الابلكيشنز المدور. وزي ما شفنا في اي اس 7 الايكون بتاع الابلكيشن شكله اتغير، ممكن نلاقي ان شكل الابلكيشنز بيتغير وابل عماله تضيف في اشكال تانية عصريه اكتر للايفون. ومش بس الايكونز بتاعت الابلكيشن ده، ممكن كمان الويدجت بتاعت الايفون شكلها يتغير وتكون كانها على روح ازاز كده زي النظام بتاع الفيجن برو. والمتوقع ان مش الشاشه الرئيسيه بس اللي هيحصل تغيرات كمان في النظام وشكل الابلكيشنز الاساسيه. يعني وفقا للتسريبات كده حصل تخيل لشكل الابلكيشن السيتنج، وان هو كانه هيكون على لوح زجاجي كده والكلام بارز من عليه زي شكل برضه الفيجن برو، اللي بتديك شكل عصري وواقعي قوي وتحس ان النظام كده كله حيويه كده جميل. وكتير بقى من التخيلات اللي حصلت في الاي اس 18 وازاي التغيرات دي هتحل من شكل النظام في حاجات كتير. ولو مش مصدق ان هيحصل ريديزاين في اي اس 18، بص لاحدث 2 ابلكيشن ابل نزلتهم السنه اللي فاتت، واول واحد هو ابل سبورت والتاني ابل انفايتس. لو جيت فتحت الابلكيشن الاولاني ابل سبورتس ودوست كده على ماي تيم، هتلاقي شكل التاب اللي فتحت لك شكلها مختلف عن النظام بتاع اي او اس 18، وتحس ان هي تاب جايه من الفيجن برو للايفون. ولو جيت بصيت كده هتلاقي الابلكيشن ده تم اصداره من حوالي سنه تقريبا، والغريب ان نفس الوقت ده اللي تم فيه تسريب ان ابل هتغير شكل الايفون. الابلكيشن ده دلوقتي تقدر تنزله وتقدر انك تشوف شكل التاب دي وهي على الايفون بتاعك حاليا دلوقتي. ده كده بالنسبه للشكل بتاع اي او اس 19. طيب باقي المزايا بقى والاضافات اللي ابل هتضيفها على اي او اس 19، من ضمن التسريبات التانية ان ابل هتعمل هيكله جديده لنظام سيري. انا عارف ان احنا اتقال لنا كذا مره ان تم هيكله سيري قبل كده ومش عارف ايه والقصص دي، بس فعلا المره دي الموضوع حقيقي. المره دي هم هيستغنوا عن النظام اصلا بتاع سيري وهياخدوا النظام او التكنولوجيا اللي معموله من شات جي بي تي، وده كله يوصلك عشان تتعامل مع سيري كانك بتتعامل مع بني ادم طبيعي، بتتعامل معاه زي كانك كده بتتعامل على شات جي بي تي يعني. ونوصل هنا بقى للاجهزه اللي قبل هتخليها تدعم اي او اس 19.
وبصراحه كان في مفاجاه كبيره قوي بالنسبه لي لما شفت الاجهزه اللي هتدعم اي او اس 19، وده لان كل الاجهزه اللي دعمت اي او اس 18 هي نفس الاجهزه اللي هتدعم اي او اس 19. يعني انت متخيل تليفون من سنه 2018 اللي هو ايفون اكس اس واكس اس ماكس والايفون اكس ار هيدعموا اي او اس 19؟ جهاز من 7 سنين ابل اصدرته ولسه هتدعمه لسنه كمان قدام. والتسريب ده لو يوصلنا لحاجه هيوصلنا لقد ايه الاجهزه دي قد ايه هي كانت قويه وتستحمل نظام تقيل حتى بعد 7 سنين من قبل. طبعا زي ما احنا متعودين هيكون الاعلان عن اي اس 19 في شهر 6 الجاي. هي دي كل التسريبات اللي طلعت عن اي اس 19 لحد الان. ما تنساش بقى تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب. الجمال بتاعك يا صديقي. سلام.